ومن إمتى أحمد كان متغيب. هنا أهله ردوا عليه وقالوا إنه أديله 4 أيام متغيب وإحنا ما عندناش أي خلافات مع أي حد، إحنا في حالنا. طبعا هنا الشرطة عايز تعرف مين اللي عمل كده، فنزلوا القرية بتاعت أحمد وبدأوا يسألوا الأهالي عن أحمد وعن أهله بالخصوص. الأهالي بقى هنا قالوا للشرطة إن أكتر واحد كان قريب من أحمد هو ابن عمه أدهم، فلو عايزين تعرفوا تفاصيل دقيقة روحوا اسألوا أدهم. فالشرطة فعلا طلعت على طول على بيت أدهم ابن عمه، وهنا بدأوا يستجوبوه. قال لهم فعلا أنا أقرب واحد لأحمد، وهو في اليوم ده بالتحديد كان عندنا عشان كان بيصلح لنا الغسالة. ولكن بقى في أثناء ما كان بيصلح الغسالة جات له مكالمة وجري بره البيت على طول، ومن ساعتها ما شفناهوش تاني خالص. وكمان أنا خرجت الساعة 2 بالليل من البيت عشان أدور على أحمد مع أهالي القرية. وهنا بقى طبعا الشرطة ما لقتش عليه أي حاجة فسابوه وراحوا يكملوا تحقيق ويسألوا أهل القرية. ولكن بقى أهل القرية قالوا تفصيلة غيرت مجرى التحقيقات كاملة. قالوا إن بعد الموضوع ده بيومين شافوا أم أدهم اللي هي ابن عم أحمد كانت نازلة وماسكة شنطة سفر كبيرة، ولما سألوها انت رايحة فين قالت لهم أنا نازلة القاهرة عشان أكشف. ولكن اشمعنى الوقت ده بالتحديد، وهل ده وقت تسيب فيه أم أحمد اللي هو يكون ابن عمه؟ الشرطة بقى أول ما سمعت الكلام ده من أهالي القرية على طول طلعوا أمر بتفتيش بيت أدهم. وفعلا أول ما الأمر طلع دخلوا على طول على البيت، وهنا اتصدموا من اللي شافوه. كل حيطان البيت بتاع أدهم كانت متلطخة بالدم، بإيدك كده يلطخوا بالدم ويحطوا على الحيطة كأنك ذابح ذبيحة. وبعد كده بدأوا يفتشوا البيت واتصدموا لما دخلوا غرفة من الغرف بتاع المنزل ولقيوا فيها حفرة طولها 15 متر. وهنا بقى الشرطة تقبض على أبو أدهم ويعترف إنه فعلا كان بيدور هو وأهل بيته على آثار في البيت. ولكن لما جبنا دجال وقلنا له احنا لقينا الباب ومش عارفين نفتحه، قال الباب ده مش هيتفتح لأن الجن طالب طلبات، والطلب اللي هو طالبه هو انه يكون في دم زفر على الباب، وده معناه انهم يجيبوا ضحية ومش اي ضحية، ده بشري وفي سن العشرينات ويكون اول فرحة ابوه وامه، وكمان شاب تقي وبيصلي وجدع وفي نفس الوقت الناس كلها بتحبه. ابو ادهم بقى بيقول انا لما سمعت الطلبات دي كلها من الدجال ما لقيتش اي حد غير احمد، هي دي المواصفات اللي بتنطبق عليه فعلا. فبيقول ادهم صاحبه اللي صاحبه بالروح ومتربيين مع بعض واقرب حد ليه في القرية وفي عيلته كلها هو اللي استدرجه للبيت، وهو